حط المايك وعلي حط المايك. حط المايك يا ابني. احنا الثلاثه جنب بعض غبي متهور. انا عايز اقول لك حاجه، ان المشكله ان فاطمه هتهايبر معاهم. بفكرك. لا بص القعده دي الحمار المتهور بجد ان احنا قعدنا الاثنين دول هناك. هاي ايه الاخبار؟ اهلا بيكم في تاني حلقه من لو انت كملت معانا الحلقه الثانيه تبقى انت حد جامد جدا، شطور، امور. اللي ما نزلتش فانا احبه. خوف يا جماعه اللي هنطلعها هديه. ترى ابقى احط حاجات جليترز تطلع منها. ايوه وكده فراشات واشباح بقى طلع خوف. ايوه. هل اسامه المسلم هو خوف؟ هو انت بتشاوري مين بس؟ ايوه علشان معروف من حياتك ليه؟ انا ودني اتخرمت. اوكي تمام. انا بس بحاول اتخيل ده وانت بقى حاطط السماعات وبتمنتج. انا بحط السماعات وبعلي الصوت عشان اسمع صوت النويز. اوكي صوت النويز. الكتب في زنات المضروبه كده يعني مش مسموع غير لما الصوت بيعلى. ممكن اقول حاجه كده اقول حاجه انت بتعلي الصوت عشان صوت النويز وصوت فيرو. السلام عليكم. انا جايه ايه الفرق ما اخد بين الكتب الكوبي والهاي كوبي والاصلي؟ واي حد يقول عليها كوبي وهاي كوبي فيعني فانت حقيقي مش فاهمه انت مش بتعمل ايه في حياتك. هو مش جزم، هي دي كتب، هي مزوره ومصنوعه. لا يا جماعه أصلية. الموضوع ده هو حتى في الجزم برضو غلط. اي براند بتشتريها وانت بتقول عليها كوبي او هاي كوبي او ميرور فلا غلط. جزمه جوده نايكف. يا عم انا جايبها انا مش على الكوبري، عندنا لقيت واحد بيبيع كده. لا يا جماعه ودي نصيحه، هات حاجه ان براندد وخلاص. ماشي المهم الكتب ب 200 جنيه من عارفين الفرق بين ميدو وناديه؟ عارفين هو ده. ابي بس بالله عليك ما تفكرنيش بالموضوع ده. حلو. ما هو احنا حلو. شخصيتنا عباسيه، احنا اصلا ولا احنا واحد مش فينا جايين بالنظام ده. نتكلم بنضاره كوبايه. نضاره كوبايه اسمها نضاره على كوبايه. ايه نضاره كوبايه دي جبتيها منين؟ حاطيهم مع دي بعض. نضاره دي ايه المشكله في الكوبايه؟ يعني ايه العيب في الكوبايه؟ نشرح الفرق بين الكوبايه الأوريجينال. والنضاره. خلاص احنا دلوقتي هنتكلم والكوب. على النضاره. اوكي نرجع بعد يا ست الكل. اول معرض كتاب وانا في ثانيه ثانوي، كنت وقتها كان لسه معرض اخر معرض بتاع مدينه نصر. كنت داخله لاقيه الازبكيه كتير كده، مكتبات كتير جنب بعض، وبعد كده نفس الكتب دي بلاقيها في حته تانية. فانا كنت وقتها بسال صحابي فهم يعني عارفه تعاملنا احنا ما احنا بنتعامل مع عمود دلوقتي وهو بيسال. شعور بلاش. هو انا كنت كده اللي هو ايه الفرق بين ده وده؟ يعني هو ليه حطينا هنا وهنا وده اغلى؟ يعني ما اروح اجيب الرخيص كده. بقى عرفت ان هي في كتب مزوره مضروبه مسروقه، مش كوبي وهاي كوبي. اوكي يا جماعه عايزه اقول لكم على حاجه متخلفه. في ناس بتروح لحفلات توقيع بكتاب مزور وانا مش عارفه هو جاي حقق الاستحقاق ده منين. انا ممكن اقول حاجه، ممكن بس نشرح اصلا ايه هي الكتب الكوبي وايه هي الكتب الاوريجينال. ايوه ان احنا بنحترم كل الاراء. لا الراي ده احنا مش بناخد رايك في حاجه، احنا ده حرام. طب ما انا هقول حاجه، احنا لما هنشرح الموضوع هيبان منطقيه الموضوع. ماشي. ايه الكتاب الاوريجينال؟ عايزين نحدي على الناس. ماشي. في فئه كبيره جدا معاش المقدره. هقول لك حاجه. لا ما معكش ما يلزمك. نشرح ببساطه شديده ايه هي الكتب الاوريجينال. الكاتب كتب كتاب ووداه لدار النشر. الف مبروك. وداه لدار النشر، ودار النشر عملت بقى التدقيق والتصحيح والكلام ده كله، دخلته المطبعه، حطيته في المكتبه، اتباع. الكتاب الكوبي بقى او الهاي كوبي او وات ايفر بقى كان المسميات اللي في السوق دي، واحد اشترى نسخه واحده اوريجينال وراح بيها المطبعه، تمام، وطبع منها ده حقيقي فعلا، وطبع منها نسخ كتير وقرر هو يروح يبيعها لصالحه هو. خد حقوق النشر، سرق حقوق النشر بتاعه الكاتب، المكتبه، السيلز، الفاينانس، كل حاجه في دار النشر. السواق بتاع العربيه، الراجل اه. شغال في المطبعه، الراجل شايل كتب على قفاه. ثانيه واحده اقول لكم مفيش احسن من الطريقه اللي قلتها. ممكن اقول حاجه؟ لما جماعة. هقول حاجه يا جماعه السيلز دوت اللي هو المبيعات، والفاينانس دوت اللي هو الاموال. اصل انا شغاله في دار نشر. بما ان معظم الناس اللي بتجيب كوبي معظمهم ناس صغيره وشايفين ان هما بيجيبوا كوبي عشان هي معهمش فلوس او كده، بس هو يا جماعه تخيلوا ان انت مثلا تبقى عندك مشروع تخرج او بتعمل حاجه في الشغل تقعد بالشهور تتعب فيها، بعدين تيجي في اخر لحظه يا حد يجي ياخد المشروع بتاعك وهو ياخد الفلوس بتاعته كلها. العصفوره بتاع الشغل. لا وكمان يقول ان هو كوبي.
عادي يعني عادي. انا ما سرقتش. اللي هو مدير خلاص يا حبيبي انت سارق ومفيش اي مشكله. ينفع نشرحه بطريقه ثانيه؟ انا عندي الطريقه دي. اتفضل شرح 2004 يركز هنا اتفضل. اهلا بيك انت. الكورة لما بيروح مكتبه عارف ان الكتب اللي فيها اوريجينال وبيشتري منها كتاب اوريجينال، فلوس الكتاب دي بتروح للمكتبه ودار النشر وكذا حد كتير جدا. انت لو رحت الازبكيه او رحت اي مكان مش موثوق منه، هو هياخد الفلوس دي مش هيديها لا المكتبه ولا دار النشر، هيحطها كلها في جيبه. طيب انا بقى يعني لقيته تقع طريقه مختلفه عادي. خلاص هو عنده 2004 فيرجن تانية. 96 عشان نبقى جبنا الاجيال كلها. جين زي ومش فاكره لا احنا ايه مفيش ميلينيوس اكس. جين لا اكس. هي واي ميلينيوس. ايه ده هو انتوا ميلينيوس لا الاكبر مش فاكره. احنا بابا ونيس جيل بابا ونيس ما تحوريش هو ده اسم جيل. المهم انه انت بتشتري كتب كوبي هاي كوبي اي حاجه انت كده سارق. طيب دلوقتي انا كواحد بشتري كتب مضروبه وحياتي كلها معتمده على الكتب المضروبه، انا مش بعمل كده بس يعني بنتخيل الشخصيه يعني انا كواحد. هو بيعمل كده. لا يوسف ما بيشتريش كوبي كوبي. يوسف بطل. كم يقطع؟ بطلت سجاير من امتى يا يوسف؟ كرسي الاحترام. حياتك قبل الادمان وبعد الادمان كانت عامله ازاي؟ حياتك بقت عامله ازاي يا يوسف بعد ما بطلت كتب كوبي؟ ما بقاش معايا فلوس. ده حقيقي، ده هيبقى دي حقيقي حقيقة. يعني. جماعه يعني احنا دلوقتي هنتخيل اكن انا الشخص اللي بيشتري كتب كوبي وبيحاول ان هو يتناقش معاهم، بس انا في الحقيقه ما بقيتش بشتري كتب كوبي. تمام. كلنا نسقف يوسف. هايل هايل. كلنا نسقف ليوسف ولاي حد شبه يوسف. ده حقيقي. نموذج يوسف. اتفضل اتفضل. دلوقتي يوسف هيمثل وانا ليه نموذج حاسس ان انا بقيت مثلا بشتري كتب كوبي لحد امبارح لا، وغيرت النهارده. بغض النظر عن المده يعني. انا حاسه ان العيب في الكرسي، اللي بيمسك الكرسي ده هو اللي بيبقى على الستيج. تقريبا ده حقيقي فعلا. اتفضل. النموذج الشخص اللي لسه بيجيب كوبي. بالظبط. فدلوقتي انا كشخص كده انا مش مستفيد حاجه لما دار النشر تكسب، او مش مستفيد حاجه لما الكاتب بيكسب او كده. كواحد اصلا عايز اشتري كتاب انا مش معايا فلوس او انا عايز اقرا عموما، وبشوف ان الكتاب الاصلي سعره 500,000 جنيه والكتاب المضروب سعره 50 جنيه. ايوه يعني مبالغه، يعني صيغه المبالغه. والله بجد بالمخده. ايه انا عملت ايه دلوقتي؟ هو انا هقوم له بالمخده. ماشي. فهي الفكره يعني دلوقتي ان انا تمام الكاتب المفروض ان هو يستفيد والحاجات اللي زي كده، بس دور النشر برضو يعني بتبالغ قوي وبتأفور في السعر ده. غير ان برضو يعني يا جماعه انا كواحد مثلا مصروفي في الشهر كله مثلا كمثلا واحد في الثانويه او كده، مصروفي في الشهر كله مثلا ممكن يبقى 700 800 جنيه، انزل اجيب بيهم ايه كتابين. مش حلو. يعني وجهه ماشي. نظر سيري منطقيه جدا منطقيه واقعيه جدا. بس ماشي. انت عارف يا مثال على حد بيعمل كده. حلو السيره دي. هاي ايوه ان انت عارف فعلا لو انت فعلا واخد المنهج ده في حياتك اوكي حلو جدا. هتشتري سنه 2 بعد كده يا حبيبي مش هتلاقي الكتب دي، لان دار النشر هتفلس، لان انت ما بتديلهاش اصلا نتيجه تعبها. الكاتب ما بياخدش نتيجه تعبه، فانت مش هتشوف اعماله تاني. ممكن اقول حاجه ان انا بشوف الناس اللي هي بتقعد تقول اصل الكتب الاصليه غاليه قوي فانا معيش فلوس اشتريها، ان في بدائل كتير قوي زي مثلا مكتبات مصر العامه حرفيا اشتراكها للطلاب اقل من 100 جنيه ولا اقل من 50 جنيه كمان. يعني كانت بتقول ان هي السنه دي كانت بكام؟ 36 ونص في اشتراك سنه بيسمح لك ان انت ونص اهم حاجه في الحته وان انت تقدر ان انت تستعين لحد 5 كتب كل كتاب لمده اسبوعين، وانت كمان لو عايز تزود وقت الاستعاره ممكن تزوده. فانا ما بشوفش ان هو الناس اللي بتقعد تقول اصل الكتب الاصليه غاليه قوي ان ده مبرر. انا بشوف ان دي حاجات فارغه، كل واحد بيحاول ان هو يبرر بيها اللي هو بيعمله، وشايفه ان ده بيبقى سبب اكبر ان هو بيبقى بسبب ان هو عشان احنا دلوقتي ما بتتقالش ان هي كتب مزوره وكتب مصريه، لا كتب كوبي وهاي كوبي عشان يحسسك حل الحرق اللي هو يحسسك ان هي حاجه عاديه، دي حاجه كوبي كده اللي هو بتاع. حرام سيمي برو بس هي اكشلي هي كتب مزوره كتب مسروقه اللي انت موبايلات الايفون على قناه حبيشه. اللي انت بتروح تعمله ان انت بتشتري كتب مسروقه حرفيا عشان بتغير المسميات بنحس بذنب اقل او مش ذنب اصلا، ويقعد يقولك ده السؤال اللي دايما بتتسأله. طب يا جماعه هو الفرق ما بين الكتب الاوريجينال والكوبي ان مثلا عدد الورق بتاعها اقل، او مثلا التصوير بتاعها وحش؟ يا حبيبي انت مش بتشتري اوريجينال علشان عدد الورق، لا علشان ده الحلال. يعني ثانيه بس في بقى اصل ولا اجل الحلال سأنتظر. والكوبي ورقه ابيض.
ياه طب يا هي جماعه دي والله كده ميزة العظيم في الأوريجينال، دور مش نشر عيب. فعلا أيوة، التصوير هو ده بتاعها بيبقى الورقه جاي كده الكلام جاي كده اللي هو في دلوقتي بيجي يعملوا كوبي على الورق الاصفر عادي، اصل ده ورق انت بتشتريه وبتجيبه وبتطبع عليه. هو بس الاول كان صعب شويه ان هم يجيبوه، دلوقتي عادي بقوا بيجيبوه ويطبعوا عليه، فيقول لك ده هاي كوبي على ورق اصفر. هاي كوبي ليه ترى خلاص كده بقى حلال. هاي حرام. طيب يا جماعه بس شيك شويه. طيب يا جماعه بعيدا بقى عن حتى موضوع حلال او حرام، يعني انتوا حرين وانتوا تسمعوا اللي انتوا عايزين. هنحكم باحكام الفيفا. هو اللي طلع ده هو الواد على الكرسي ده فعلا في حاجه. ما تغير المكان يا ابني. لماذا تغير المكان يا ولدي؟ لماذا تغير المكان يا ولدي؟ هو مين اللي قال فيكوا اصلا؟ سكس قال ان احنا عدنا الحته دي بجد والله الحته دي التسلل البودكاست كان- كله. هو في شيوخ بتقول ان هو حلال. مين دول مين دول السجاير ما بتفطرش في رمضان. والله ما اعرفش، انا فعلا بلاقي في ناس بتقول ان الشيوخ بتقول ان هي عامة حلال، فانا مش عشان أي كده حد بقول بيبقى يعني شيخ. انت الترند لو بتاع سألت الشيخ عامة هو يعني ده في ضرر بيقع على الناس. عموما يا جماعه يعني بعيدا عن رايك الشخصي او رايك اللي انت ماشي بيه ان انت شايف ان هو حلال وانا ماليش دعوه انا هو حلال، فانت اصلا بتاذي الكاتب نفسه وبتاذي دار النشر وبتاذي اعيد الحته دي تاني. هي هايله، هي لا ضرر ولا ضرار. يلا عشان دي القاعدة الكندل بتاعتي. الفقهية الاساسيه في اي حاجه. حته الكندل عايزه تطلع دلوقتي بجد فيلم ساعه. طيب فانت بشكل عام اصلا بتاذي دار النشر وبتاذي الكاتب وبتاذي كل الناس الجميله ديت، لان انت دلوقتي ما بقاش في فكره ان مثلا انا عندي نجيب محفوظ او عندي اي كاتب من الكتاب الجمال دول اللي هو شغله في الحياه الكتابه، فانت دلوقتي اصلا الكاتب دوت بيكتب وبيستنى سنه او سنتين عشان يلاقي اي عائد، وفي الاخر كمان مش بيلاقي عائد من الكتابه بتاعته. فلو في كاتب انت جبت له روايه وعجبتك جدا وبعد كده انت رحت تجيب له كتب مضروبه، فانت كده انت بتضره مع انك بتحبه وعايز تقرا. انت كده بتنهي مسيرته حرفيا. بالظبط، فانت كده بمعنى اصح بتنهي مسيرته، لان انت خلاص هو جاب جون في نفسه. سواء فيفا يعني. لان انت اصلا يعني بيبقى الفكره في ايه، هو عمل كتاب وانت شايف ان الكتاب حلو قوي بس هو ما جالوش فلوس من وراه، فانا ايه اللي هيخليني اقعد اتعب نفسي واسهر واكتب واعمل؟ ممكن اقول حاجه؟ هو حتى لو الكتاب وحش وانت شايف انه الكاتب ما بتحبوش قوي، ده برضو مش مبرر او ان هو ده هيخليه حلال ان انت تروح تجيب له كتب مضروبه. بالظبط. بس هي بتقول الكوتس بتاعت الناس بالاداء. عشان لو هتقول وبعدين بتروح عامله اكتنج كده. ايوه بالظبط. وانت بجد انت اخترت طريق حرام تمشي فيه، تمام، ذنوبك مع نفسك، مش ما تبررش، ما تروحش حفلات التوقيع بكتاب مزور، يعني انت بتشل الكاتب ودار النشر بجد. بس عليك معايا حته يا باشا. عيل مستفز. معلش لا بجد والله اللي هو يعني مشاعر الكاتب، يعني اللي هو انا بسرقك، انا بسرقك، اتفضل وقع لي على سرقتي. هو انت كتبت كتاب قبل كده حصل معاك الموقف؟ اصل انا حسيت لا اسامه منير قوي في نفسها، بحط لها مزيكه انا ونجوم وهواك في الخلفيه. بجد دي تبقى ريل لوحدها يعني فيا جماعه يعني حتى زمان لو كان حد بيسرق كتب او حاجه زي كده، نجيب محفوظ كان بياخد مرتب لنفسه ايا يكن، احسان عبد القدوس او كل الناس دي كان حتى بيبقى شغال في الصحافه فبياخد فلوس من ده. انما دلوقتي انت لما عايزه ايه؟ ما كمل الجمله مش بياخد مرتب، هو في منح مقدمه من الدوله. ايوه عادي، ما انت ممكن بقى توضحي بقى انها منحه من الدوله وكده. هي حته الكندل بتاعتي راحت فين؟ دي هتطلع دلوقتي، هتطلع اول ما هيجي يقول لك انا اقول لك اتفضل الفيلم بجد. هدخلها لك وهدخلها لك، ما تقلقش هبصيها لك بما ان احنا معانا في الجول. بنحكم بالفيفا كده بتاثر على الصناعه بتاعه مصر يعني. الادب في مصر عموما. تمام، لان انا دلوقتي بكتب وبيطلع عيني وبقعد سنه او سنتين افكر في فكره، لو روايه كويسه يعني افكر في فكره واقعد ان انا اكتبها واغير وامسح واعيد وازيد ودرافت ومش درافت ومش عارف ايه، وفي الاخر بلاقي ان مش جاي لي عائد من ورا ده. فانا يا بحب الكتابه جدا فبعملها هوايه على جنب فبطلع انتاج اقل بيبقى كويس، يا ان انا هبدا ان انا هلس علشان اجيب لك حاجات كتير فاخد من ده شويه من ده شويه من ده شويه فاعيش حياتي، يعني انا هبطل خالص كتابه وهريح دماغي علشان
انا بضيع وقت وبضيع مجهود والوقت دوت ممكن اوفره عشان كده في بجد فرق كبير أيوة. ما بين يا- الكتاب زمان والكتاب دلوقتي. ايوه ما نقدرش نقارن ما بين اي كاتب روايه زمان جدا باي كاتب دلوقتي مهما كان اسمه دلوقتي. بس ما يقدرش حد يقارن نجيب محفوظ، احمد خالد توفيق، حسين عبد القدوس، اي كاتب على الفتره الزمنيه القديمه. بكاتب بيشتغل اوفر تايم دلوقتي بالظبط. عشان يقدر يكتب. فبجد ده الالهام اللي بيجي له قبل النوم، فبيقوم يكتبه على سطرين يحكوا لنا في قصه. فبجد ما تقعدش تشتري كتب كوبي في الاخر تقول مستوى الكتاب المصريين بقى في النازل، انت اللي منزله. طيب ممكن اقول حاجه ندخل كمان بقى على ثانيه، ممكن الكوبي اقول حاجه التاني. ممكن اقول حاجه اقسم هقول بالله حاجه حاجه أقسم قلتيها قبل كده وقفناها. لا ايه وقاعد بسمع البودكاست وبشوف فاطمه واللي هي بتعمله ده، انا هحس ان انا بس حقير. فاطمه كيوت قوي وهي متعصبه فاهم، فهي لا كيوت ايه ده؟ اخر مره دي انا حسيت ان هي هتقوم تضربني انا. لا والله هو لعيب في الكرسي، انت شفت بتبقى بجد كويس. ممكن بس ثانيه بس هقول حاجه، انه الفتره بتاعت كورونا لما حصلت بجد في كام دار نشر كانت بدات تعلن ان هي بتقفل، في كذا دار نشر قفلت، الوضع بيبقى سيء. الموضوع لو استمر مع ازمه الدولار اللي بتحصل دي واحده واحده، انت اساسا مش هتلاقي لا كتب ولا هتلاقي روايات جديده ولا هتلاقي اي حاجه ولا كتابك المفضلين ولا دار هنتجه نشر للواتباد حاليا، دي الاتجاه. بجد بس هو يعمل ناس راح كنت بحبه. دي وحشه كنت بحبهم. انا اشعرت لا اشعرت بجد. ده غير بقى ان في نوع اصلا تاني من السرقه بيكون على وهي كندل. السرقه الشيك شويه، وانك بتسرق الكتاب على طلع الكندل. كفر ما هو بيبين ان ده كتاب مسروق يعني. اوكي ده مثال، هو مو عمره ما ينزله اصلا، هو منزله مخصوص عشان الحلقه على فكره. طبعا هو مو سارق الكندل اصلا. بس يا جماعه ثانيه واحده عشان بس للامانه، مو مشتري نفس الكتاب ده من دار النشر ومشتري ورقي، وموقع من الكاتب ذات نفسه ومتصور معاه. ودي حركه أبعت لك متخلفه صورة بنعملها، نزلها ان احنا بنشتري الكتاب وبنحمله كمان على ابجد وكل حاجه، وبرده بنحمله PDF. انت مش محتاج ان انت تعمل حركه غبيه مننا، مش حاسه انها حرام اللي بس هو غباء. انت بدات انا بدفع فلوس في الكتاب الورقي واروح وبدفع مثلا اشتراك ابجد، فدفع فلوس في الكتاب الالكتروني، وبعد كده مثلا لو في مشكله في الموبايل او الموبايل او مثلا واخده موبايل تاني مش عارف او منزلاه PDF، انت ممكن تحوشي بقى كل الفلوس دي وتروحي تشتركي معاهم تبقي سهم، دار النشر. او تجيبي الكاتب يحكي لك اصلا. كاتب تقعدي معاه في كافيه اي جماعة حاجه. بجد بحس بتأنيب ضمير يعني. بجد كل الكتب اللي انا كنت جايباها مضروبه وانا صغيره ما كنتش عارفه ان هي مضروبه، رجعت اشتريها تاني، حتى الكتب المعفنه اللي تقرف اللي انا مسكتها مع احترامي للكتب المعفنه اللي تقرف اللي تبقى الفيرو، اشتريتها تاني. حتى كتب PDF، حتى كان في بيج على انستجرام كانت بتنزل الروايات على هيئه قصص، وانا ما كنتش اعرف قصص اللي قريتها ورواياتي برضه رجعت اشتريتها. يا سلام ضمير نمبر 1 بجد ماشي. بص هو انت مش محتاج ان انت تعمل كده، انت لو عندك كتب مضروبه خلاص مش مشكله. خلاص يعني يعني مش مشكله، ومش محتاج ان انت تشترك في ابجد وتسمعه من عصير مش عارف ايه وتشتريه. اشتري الكتاب الاصلي، لو بتقراه فاشتريه ورقي واقراه، مش بتقراه اشتريه على ابجد واقراه، مش ولا ده ولا ده وهتسمعوا صوتي. اسمعوا صوتي جماعه. الكتب المسموعه اللي بتشوفوها على اليوتيوب حرام. دي جود وان دي. ليه؟ لان هي اصلا مش واخد حقوق النشر بتاعتها، فهو حرفيا فاتح الكتاب بيقراه. يا بجحتك بجد. في سرقه تانية بقى على كندل، ان انت ممكن تكون غني جدا واشتريت كندل ب 4000 جنيه، فبعد ما بتدفع المبلغ ده على الكندل بتروح تحمل عليه بطريقه غير شرعيه الكتب PDF وبرضه بتنزلها عليه. طب ما في كلا الحالتين حرام. في مواقع كتير قوي بتتيح لك ان انت تحمل الكتاب ده او بتشتريه بسعر رخيص جدا بس بيدعم صيغه الكندل، فتقدر ان انت تقراه عليه وتستمتع بالكتاب، وبرضه فلوس الكتاب تكون وصلت لدار النشر والكاتب. يعني يا جماعه الناس اللي بتكلمكم وبتقول لكم ان انتوا لو هتشتروا الكندل هتقدروا تخشوا على التليجرام، والكتب بتاعت التليجرام حلال، وان احنا نقدر ان احنا ننزلها ونحط ونقرا على الكندل. فانت كده كل اللي انت عملته ان انت بدل ما بقيت بتسرق الكتب ببلاش في بقيت الارض تسرقها بفلوس اكتر. بالظبط، وبدل ما تسرقها على ارض الواقع وانت معاك كتاب مضروب، فانت بتسرقها في العالم الفيرتشوال ومعاك كتاب مسروق PDF. فما فرقتش تمام. فانت لو هجيب الكندل انت معاك فلوس ان انت بعد كده تشتري الكتاب وتحطه على الكندل. ممكن اقول حاجه؟ يا جماعه يا ريت بلاش بجاحه ان انت تدخل تسال الكاتب على الكتاب PDF. ايوه بتحصل بجد ابقى مثلا حد منزل ريفيو روايه، ابقى منزل ريفيو روايه وكاتب دخل بيتكلم ونتناقش في الروايه، تلاقي حد متخلف داخل بيسال الكاتب او يسال معاكي روايه PDF،
اللي هو انا ما شفتش بجاحه كده، ده بيدخلوا يسالوا الكتاب شخصيا على الجروبات بتاعت الكتاب نفسها. بس موستلي اغلب الناس دي فعلا ما تعرفش ان الموضوع بيبقى ليه وحش. العجله المؤثره دي لا. كلها في السايكل لا لان هو فعلا لو يعرف الإنتاجية. هيبقى بيعملها وهو متداري. بس ممكن اقول حاجه، لا في ناس بتبقى عارفه بجحه ماشي في ناس، لا، بس انا دول متاكده ان في ناس كتير جدا ما تعرفش ان الموضوع الصغير ده بيأثر في السايكل دي كلها على ناس كتير جدا. طيب بالظبط، ناخدكم بقى بالظبط، بجانب تاني كده بسيط، وهو انتوا عرفتوا اصلا بقى امتى ان الكتب المضروبه فرق بين مضروبه الكوبي والأوريجينال. والكتب انا عرفت من الاول خالص، من اول بدايه حرفيا القراءه من 11 سنه. كان يعني كانت مكتبه انتيكا احمد داوود بجد ليه فضل كبير عليا، فده مش اعلان بس اي حاجه، بس هو فعلا ليه فضل في القراءه بتاعتي. المهم قعد يشرح لي الفرق، وقعد فعلا يشرح لي وانا صغيره الفرق. طبعاً ولما ما أحمد كنتش داوود بيبقى معايا مشهور. فلوس كان بيقول لي ممكن تستلفيه، ممكن كان فعلا بيدي الكتب وخلاص. بس هو ممكن بقى صاحب تشتري فضل، بعدها. واي حد صاحب فضل بنديله حقه على طول. بس انا بعد كده الصراحه يعني قطعت قرايه كتير قوي. بعد كده رجعت للقرايه وانا ناسيه فعلا حوار الكوبي والاوريجينال، واشتريت من مكتبه بتبيع كوبي بس بعد كده يعني بعد كده بفتره الصراحه رجعت تاني محترمه يعني. فكلنا على فكره وصلنا لمرحله الكوبي، بس بقينا محترمين دلوقتي. ماشي. وانت يا مو؟ عقبالك اللي في بالي. وانت يا مو؟ المفاجاه الغريبه شويه ان انا لما بدات قرايه بدات باوريجينال، وبعد كده اتجهت للي مش اوريجينال وانا ما اعرفش. يعني انا اشتريت ساعه معرض الكتاب يحدث ليلا في الغرفه المغلقه، قراتها عجبتني، حبيت بعد سنه ان انا اقرا تاني. ما كانش في ساعتها معرض كتاب، فكان الاسم اللي في ذهني واللي الناس كلها بتتداوله في الوقت ده بالظبط كده، الازبكيه تتداوله. يا عم هو مش انت المشكله في دي، المشكله في ذهني. ليه طلع لسانه في الذهن؟ طلع لسانه في الذهن يا رب. بعد ذهنك. فاتجهت للازبكيه وصرفت مبلغ محترم جدا، جبت اكتر من 22 كتاب في وقت واحد. حتى الان 3/4 ما اتقروش. 120 كتاب؟ 22 كتاب. اوكي، ما انا سمعتها 120، قلت 120 ايه؟ مش راح بيهم في المترو، انا هفرش وبيعهم في المترو. اوكي. فبعد ما عرفت ان دول مش اوريجينال وعرفت الفرق ما بينه الاوريجينال ومش اوريجينال، رحت مكتبه وفعليا كانت روايه عجبتني جدا لحسن الجندي، اشتريتها مش اوريجينال وقررت ان انا اشوفها في الاوريجينال عامله ازاي. انا لقيت الاختلاف رهيب جدا لدرجه ان انا اشتريت ودفعت كل الفلوس اللي معايا عشان اشتري اول روايه اوريجينال، وانا فرحان ان انا شاريها اوريجينال. ومن ساعتها اتجهت للمجال ده. ايوه ممكن اقول حاجه، انا فاكره لحد دلوقتي في المعرض وانا بشتري اول كتاب اوريجينال كنت قاعده بتنطط، انا كنت لسه مستوعبه ايه ده، انا كل ده كنت اجيب كتب مسروقه وما كنتش عارفه، وكان اول كتاب اوريجينال اجيبه كنت بتنطط. بس ممكن اقول حاجه برضو، انه عندها في المعرض كنت عارفه ان في كتب مضروبه وكتب اوريجينال، بس انا ما كنتش برضو ستيل وقتها واعيه قوي بالمشكله. انا فاكره المره اللي فعلا اثرت وفعلا عرفت فيها كان لايف للكاتب عمر طاهر على جروب بوك مارك، وكانوا بيتناقشوا فيها على الكتب المضروبه وتاثيرها ازاي على الكتاب وعلى دار النشر. ايوه عشان انت دخلتي جوه السايكل فشفتي هي ازاي بتعطل العجله بتاعه الموضوع. اتفضل. انا يا جماعه حتى الان اهلي مقتنعين وكانوا بيقنعوني ان الكتب المضروبه ديت هي عباره عن كتب متبقيه من دور النشر ما اتباعتش مثلا، او كتب وقعت، او كتب حصل فيها اي مشكله فهي بقت كتب بتتباع في الازبكيه وكده. تمام، ده البدايه. طيب بعد ما فهمت بقى ان الكتب فعلا المضروبه ديت كتب الكاتب ما بيستفادش منها وكده، انا رحت لحد في السوق الازبكيه انا اعرفه، اتكلمت معاه في الموضوع وبدا ان هو يقنعني ان اصلا الكتاب بيتشهروا بسبب موضوع السوق الازبكيه، بسبب ان الكتب المضروبه بتاعتهم بتتشهر اكتر وكده يعني. فده برضو يا جماعه مش مبرر. ما يا جماعه ما اللي انتوا بتقولوه ده هيطلع في البتاع. ماشي سوري كمل يا يوسف. والله ما هيرتاح غير لما هيفصل ومش هنكمل. لا بس هيكمل وجهه نظره مهما كان حد مش متفق معاها. يلا خلاص هو ما قالش اسماء بس تمام اتفضل كمل. يا كمل ما حدش يبص له. كمل. فهي الفكره يا جماعه ان اصلا انت دلوقتي فكره ان انت بتشهر الكاتب من سوق الازبكيه ده مش مبرر. تمام، انت بتشهر الكاتب من سوق الازبكيه ان الكتب رخيصه، بس انت لما تبدا ان انت تتعامل مع دار النشر ودار النشر تبدا ان هي تشوف ان فعلا انا عندي وسعت عدد الناس اللي هتشتري الروايه، فانا هقلل سعرها علشان انا ببقى متوقع ان مثلا الروايه هيشتريها 500 واحد، 500 واحد هيشتري الروايه فانا هبيعها ب 1000 جنيه مثلا. طب ال 500 دول بقى 5000، ال 1000 جنيه بقت 100 جنيه، وهكذا وهكذا لحد ما تلاقي سعر الروايه بدا يهدى.
ليه؟ لان الناس خلاص بدات ان هي تشتري فعلا من دار النشر، فدار النشر وهي بتعمل الروايه متوقعه ان عدد كبير من الناس هتشتري، فساعتها هتعرف تشتري الكاتب من ازبكيه او من بره ازبكيه. واللي يقول لكم الفكره ديت حاولوا ان انتوا تتجاهلوه، لان الفكره ديت ليس لها اي علاقه بالواقع، وهي كده كده اصلا حرام. فكره ان هو ان الازبكيه برضه اللي شهر الكتاب ده مش دايما بيحصل، مش ده يعني، ده بيبقى بنسبه قليله قوي، علشان بتوع الازبكيه بيبيعوا الكتب اللي الناس بتسال عليها. فمثلا هم شايفين في كذا بني ادم بيروح يسال على الكتاب ده، فهم بيبداوا يبيعوه عشان عليه طلب. هو مش هما بيبيعوا كتب، هما اللي بيشتروا الكتب. الازبكيه ما بيشتروش الكتب. الناس اللي بتروح تشتري كتب من الازبكيه بتبقى معاها الليسته بتاعتها، كتب عاجباها، ممكن لو حد شاف كفر بتاع تعجبها. هنختلف نتفق، هو برضه الكتب المضروبه مش حرام لاي حاجه. بس طيب وانت يا ترى عرفتي الموضوع امتى؟ بصراحه انا عرفت بطريقه OCD قوي لما كنت بجيب الكتب الكوبي، يجي بقى صفحه فيها حاجه معوجه، صفحه فيها لطخه حبر، الكفر يبقى من الجنب ملزوق بطريقه مش مظبوطه، كفر مطفي، يعني الراجل احول في النص. في نسخ بتبقى حلوه قوي وفي نسخ بتبقى فيها غلطات وحاجات غريبه. فدورت بقى ورا الموضوع، عرفت بقى ان في حاجات اوريجينال وفي حاجات كوبي، ومن هنا بقى بدانا رحله ان احنا ما نجيبش الكوبي ونجيب ايه اوريجينال. بس على فكره في دور نشر اصلا هم تحت بير السلم شويه، فبيبقى برضو الكتب بتاعتهم الورق كده في صفحات بتبقى برضو ناقصه، بس ده اوريجينال، بس الدار امكانياتها مش كويس. المهم بتجيب كتابك منين؟ سعره فعلا ما بيبقاش غالي. المكان عشان كده انت ممكن تجيب كتابك من هنا او من عند اوبا ستور عشان تضمن انه وفي خصم ليك عند اوبا ستور اللي انت هتشتري كتب حلال فيها. كتب حلال اوريجينال. ترى برضه العرض دي كده اتفرشت واتقالت على وجه الحب. طيب في نهايه الحلقه يا جماعه انا حاولت بس ان انا اوضح لكم الفكره اللي بتبقى موجوده عند الشخص اللي بيبقى بيشتري كتب مش اصليه. انا عارف ان الموضوع بيبقى صعب شويه ان انت تدفع فلوس اكتر في الكتاب وكده، بس ده بيكون حلال، بيفيد الصناعه بتاعه الادب في مصر وبيفيد حاجات تانية كتير. وجماعه اللي كسب الجيف اواي بتاعكم هنتواصل معاك بقى او تواصل معانا انت. يعني ايه تواصل معانا انت؟ ليه تواصل معانا؟ ايوه ادخل على على انستجرام او تيك توك واحنا هنتواصل معاك بعد ما تبعت لنا الرساله. طيب سؤال الحلقه ممكن هو احنا كده ما قلناش حاجه مفيده. سؤال الحلقه ما احنا كل فيها سؤال الحلقه. عرفتوا امتى ان الكتب اللي انتوا بتشتروها دي حرام؟ كوبي بقى ولا كوبي. بلاش كلمه حرام عشان هيقولوا لنا انت الكتب اللي بتشتروها مزوره ومسروقه. عرفتوا امتى ان الكتب اللي انتوا بتشتروها مزوره او مسروقه؟ ايوه يلا كل واحد يرمي سؤال. ايوه هم ايوه بس خلاص مش ده سؤال. هو ده سؤال الحلقه بس سؤال واحد. الناس بقى يا رب الناس ترد بس علينا. يا ريت الناس ترد عليك. جماعه بتحبونا قد ايه؟ السؤال حلو قوي. طب استني بس تقعد. ماشي. هو انت ممكن تقولي حاجه؟ قولي من الاول، قولي وخلاص واحنا هنشوف هنخليكي تقوليها ولا لا. انت معاك خرزانه؟ اصلا مش فاهم يعني هي ليه كل شويه ممكن اقول حاجه ورافع ايديها؟ ايوه عشان ما احنا ما ساكتين. انت كده بتقاطعي وانت بتقولي ممكن اقول حاجه. بتبقى بتقاطع. بس انت خلص كلام بقول ممكن اقول حاجه. بس بتبقي زهره وانت عامله ممكن اروح الحمام عايزه اقول حاجه. اسمع بس السؤال بيلف على الاربعه. انا عايز اقول حاجه. وقلتي حاجه. احنا مقدرين ان انت عندك كلام كتير بس يعني ادينا فرصه. خليهولي. انا هعمل كمان انا هجاوب على السؤال. انا هعمل يوتيوب شانل. بس عايزه اكلم نفسي. اتفضلي يلا.